في هذه الحلقة غادي نتكلموا على حميد. تبع معايا باش تعرف كيفاش حميد تفرق مع ولادو وكيفاش تلاقى معاهم لمدة ديال 24 سنة. وما تنساش ديال لايك وتبارطاجي القصة. ويلا نبداو القصة ديال اليوم. حميد تزاد سنة 1964 في الدار البيضاء. كان عنده خوه كبر منه بعامين سميتو عبد الهادي. ففي 1968 توفات الأم ديالو بعد معاناة مع المرض، وما كملش عام على هذا الحدث المؤلم حتى توفى الأب ديالو. حتى هو بعد وفاة الوالدين مشى حميد وعبد الهادي عند جداتهم اللي ساكنة في حي البرناصي. جداتهم كانت مرة كبيرة ما قادراش تحمل مسؤولية جوج ديال الدراري صغار. هادشي اللي خلاها تديهم المؤسسة الخيرية. عاش حميد وعبد الهادي في الخيرية لمدة ديال 10 سنين، وفين عبد الهادي وصل السن القانوني ديال 18 سنة الخيرية ما بقاش قابلاه، واضطر عبد الهادي يخرج من الخيرية. وحيت حميد ما يقدرش يتفرق مع خوه حتى هو خرج. من بعد ما ولا حميد وعبد الهادي في السنقة كل مرة في كيباتو، نوبة في محطة الطاكسيات ونوبة في محطة الكيران، بقاو مشردين لمدة ديال 3 سنين في الدار البيضاء. ورغم هاد الظروف الصعيبة عبد الهادي كان دايما حاضي خوه وما كيخليهش بوحدو. وهذا الشيء اللي وقع مشاو لطنجة ولاو كيجيو للميناء طنجة كيراقبوا الباخرات. فواحد المرة حميد وعبد الهادي شراو الماكلة والماء وقرروا يتخباو في واحد الباخرة، ولكن من سوء الحظ هذيك الباخرة بقات واقفة يومين في الميناء. في هذيك يومين تقادت لهم الماكلة، وكانوا كيخرجوا بالليل كيقلبوا في واحد البركاسة كاينة في الباخرة باش يقلبوا على ما ياكلوا. في النهار الثالث وصلت الباخرة للجزيرة الخضراء. من بعد حميد وعبد الهادي خرجوا من الباخرة وباتوا في واحد البلاصة الخارج. بقاو مشردين مدة في مالاقا حتى صادفوا واحد السيد عنده كاميو واقترح عليهم باش يحرقهم لهولندا. وهذا الشيء اللي وقع. وصلوا لامستردام. منين وصلوا شدوهم البوليس ودوهم الملجأ الحراقة في مدينة روتردام. تما بقاو عايشين. واحد النهار كالعادة ديالو حميد كيدور في الغابة حتى تلاقى مع ماريا بنت هولندية، وهذاك اللقاء كان هو نقطة الضوء اللي دخلت لحياة حميد وماريا بداو كيتلاقاو بزاف، والعلاقة ديالهم بدات كتكبر، وفي الاخر تزوجوا وولدوا بنية. العلاقة ديالهم في الاول كانت مزيانة، ولكن مع الوقت بداو المشاكل. حميد بدا كيتعاطى المخدرات والشراب ولا كيمشي عند خوه الملجأ ديال الحراقة. طورات المشاكل بينه وبين ماريا، الشيء اللي خلاهم يتفارقوا. وهي حاملة ب6 شهور رجع حميد للملجأ ديال الحراقة وزاد كيتعاطى المخدرات والشراب، الشيء اللي جبد ليه هو وخوه المشاكل مع البوليس بزاف تاع المرات. من بعد مدة لقاو القبض عليه هو وخوه ودوزوه للمحكمة اللي حكمت عليه بالترحيل للمغرب سنة 1993. رجع حميد وخوه عبد الهادي للدار البيضاء وكراو واحد البيت صغير وبداو كيخدموا في خدامي صغار. من جهة أخرى ماريا ولدت واحد الولد سماتو كريس، ومن بعد عامين تلاقات مع واحد الرجل هولندي وتزوجت به وولدت معاه 3 ديال الأولاد. ولكن هاد العلاقة حتى هي ما طولتش بزاف وتفرقت معاه، وولات ماريا عايشة بوحدها مع 5 ديال الأولاد، نادية وكريس و3 الأولاد من الزوج الثاني. ففي 1993 حميد تلاقى مع واحد البنت وتزوج بها وخلى خوه عايش بوحدو في هذاك البيت. بقى حميد عايش مع مراته، ولكن دايما كانوا المشاكل. مراته كانت كتخاصم عليه بسبب الشراب والمخدرات. هذا الشيء اللي خلاه يتفارق المره الثانيه ويرجع يعيش مع خوه. من جهه اخرى ولاد حميد كبروا، ناديه ولات عندها 15 عام وكريس ولا عنده 14 عام. هنا ماريا قررت تعاود لهم الحقيقة كاملة. منين عرفوا بأن بوهم مغربي
تصدموا بزاف وما كانوش متوقعين هاد الشيء. مع الوقت حميد وعبد الهادي نقصوا من تعاطي المخدرات، ولا حميد كيخدم كحارس في السيارات، كيتقاسم مع واحد اخر الليل والنهار. عبد الهادي خوه ولا سيرور ديال الصبابط، وبقاو على هاد الحال لمده ديال 10 سنين. في 2017 واحد النهار حميد كالعاده ديالو كيحرس السيارات، شاف من بعيد واحد الشاب كيستاسيوني السياره ديالو. هاد السياره النمره ديالها من هولندا، وبالضبط مدينه روتردام. حميد مشى عند داك الشاب وجبد معاه الهضره، وقال ليه بانه ساكن في روتردام. هذاك الشاب سولو في اين بلاصه. حميد قال ليه فين كانت ساكنه ماريا. الشاب قال ليه حتى انا ساكن في داك الحي. هاد الصدفه خلات حميد ما يصدقش، هو يسول واش كيعرف مرا سميتها ماريا وعندها بنت سميتها ناديه. الشاب قال له ما يمكنش، راه كنعرف ناديه وكانت ديما كتقول لي بان با عايش في المغرب. شاف فيه حميد وقال له راه انا هو بوت ماريا. نزل الشاب من السياره وعرفه بسميتو إلياس، ودار معاه واحد الفيديو ووعدو بانه غادي يتلاقى مع ولادو. حميد ما جاش النعاس ديك الليله وبغى غير امتى يتلاقى مع ولادو. من بعد ايام رجع إلياس لهولندا واتصل بنادية وكريس وخبرهم بالمفاجأة بأنه تلاقى مع باهم في الدار البيضاء. نادية وكريس فرحوا بزاف وتفرجوا في الفيديو. هنا نادية وكريس قرروا باش يمشيو واحد البرنامج هولندي كيجمع شمل العائلات اللي متفارقين واحد المدة طويلة. وفعلا جوج الصحفيين تاع البرنامج مشاو للدار البيضاء وتلاقاو مع حميد، داروا معاه حوار كيعاود في القصة ديالو وكيتمنى يشوف غير ولادو. كل شيء ضاع. كبرت مع ولادي، ما شفتهمش كبروا وانا ما عمرهم شافوني. تنحمد الله بعدا ملي ما تسطيتش ولا وقعت لي شي حاجه في حياتي. كان عندي واحد شويه الثقه في النفس، الصبر، الحمد لله. من بعد البرنامج رسل ناجي وكريس وجوج ديال الصحفيين للدار البيضاء ووثقوا بالصوت والصوره لقاء حميد مع ولادو. هذا اللقاء كان مشحون بالمشاعر. هاد اللحظات عمرهم ما غادي ينساوها. وهكا من بعد 24 سنة ديال الفراق تجمعات العائلة من جديد. هاد القصة فيها عبرة كبيرة. المخدرات والشراب ماشي كيدمروا غير حياة الإنسان، ولكن كيبعدوه على عائلته وعلى الناس اللي كيبغيوه. إلا عجبتكم القصة ما تنسوش بارطاجيوها مع العائلة والأصدقاء ديالكم، ونشوفكم في القصة الجاية.